السلام عليكم. هلا بالحبيب. اخوي، كونك انت مهتم بالسياسه، انا ما بفهم بالسياسه والله. تفضل. شو قصه هذا الطريق اللي عم تموت فيه العالم؟ في مجال تخبرني بس؟ من شوي نزلنا فيديو عن هذا الامر ابو سلطان، بس انت بدك تتكفل بالطريق؟ ها؟ انت بدك تتكفل بالطريق؟ لا قسم بالله زي يكلف $500 اني جاهز يا رجل. شو الطريق؟ ايش بيه ليه؟ الحادث قاعد يكلف 500، شو الطريق بيكلف 500؟ إيه ما ضروري نحط زفت نحن. شو نحط ترابي، طريق ترابي. لكن نقلتين بحصة خيو وخالصين، شو بدنا نسوي اكثر من شيء؟ هذا اللي نقدر نساهم بيه. طيب مش مشكلة، نتباحث بهذا الموضوع، بشوف اللي بشوفك عقال وقضاضة وقاعد وتقول عندي الطريق، فكرك شيخ كويتي اجل. اول شيء سبحان الله، هذا يا ربعنا اللي تطبلون وراه. أول شغلة حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن الناس ميتة. هذا الميت ابنه، وهذا الميت مرته، وهذا الميت أمه، وهذا المضيع، وقاعدين المعلم فاتحين محتوى على البث على الطريق، وأنا أقدر صلحه ب500، وأنا اللي أجيب لي قلابين بحص، وأنا دا أسوي ترابي. لك ما استحيتم؟ ما خجلتم؟ يعني ما ظل عليكم معلم غير تسوون الموتى محتوى على البث وعلى هالطريق. لك استحم على شواربكم. بس سبحان الله قربان اسمه رب العالمين يفرجيك العالم على حقيقتهم. وقتنا انا اسولف اقول لكم هذا الفلاني لا تطبلون وراه تقولون والله رواد غيران منه، رواد مدري ايش بيه، ورواد ما. لك انا سولف الحق. العالم ليش تكرهني؟ لانه سولف الحق. بس سبحان الله يبين لكم حقيقة العالم قدامكم، مشان تقولون اي والله فلان الفلاني معاه حق. حسبنا الله ونعم الوكيل. بدل ما تقولون الله يرحمهم ولا حول ولا قوة الا بالله، قاعدين فاتحين محتوى على البث. استحم، عيب عليكم. بس هذا بس مشان اشوف الربع، مشان يعرفون مين معاكم ومين ضدكم، مشان بس تستوعبون بس.